لا لم يحدث. انا كل اللي قلته هو ده الموضوع في احدى البرامج قلت الاتي: هو عمل حلقه مع نيكول سابا اتكلموا فيها وقالوا الفاظ بذيئه، القوانص ويخصي كلام اللي اتدب. وعايز اقول لكل اب محترم، لو انت محترم بنتك ما تروحلوش، لو انت محترم مراتك ما تروحلوش. سيبك من اليسا وهو والناس اللي بيقولوا دول. لو انت راجل اب محترم سواء مسلم او مسيحي، لما مراتك تسمع فشخ والكلام البذاءات اللي بتتقال عنده وتقعد تقول هي تبقى انت راجل مش محترم. على الطلاق ما تبقى محترم وتبقى راجل تيوس. لو انت اخ محترم ما تقوم امك ولا اختك ما تروحلوش. استنى يا احمد، ليه؟ لان الالفاظ اللي بتتقال انا اسف عرس ومعرس ده طب ما تقولهاش تاني، ما تقولهاش تاني لو سمحت. يا بذيء، ده يتقال يا محمد يا امين سيادة المستشار. ثانية واحدة يا خير يا رمضان اللي مسك لي السبحة في قناة محترمة. سيادة المستشار عشان المشاهدين وانا لازم احافظ على الناس. يا بيه عشان هو ده بقى اللي خلاني انفعال. طيب يبقى ما نقولوش تاني، ما نكرروش لو سمحت. بس عشان لو سمحت تقول ايه؟ هذا البذيء. لا مالناش علاقة خلاص. هذا البذيء ما اقدرش انا اقوله هنا، انا ما اقدرش اقوله هنا. محترمة هذا بس عشان الناس تعرف انا غيرتي على ايه. انا بعتذر على فكره على كل ده عشان خاطر لو سمحت. ايوه ما تكرروش يا استاذ احمد، ما هو الناس عايزه تعرف انا غيران على ايه. ما